صباح الخير. تعليقا على المشجع الزملكاوي اللي راح يشجع الوداد قدام الاهلي في المغرب. المشجع الزملكاوي ده سافر مخصوص من المانيا للمغرب عشان يشجع فريق الوداد قدام المغرب. عادي جدا ان هو يشجع الفريق اللي عايزه، هو بيشجع الوداد تمام، مفيش اي مشاكل من وجهة نظري. بس مش العادي ان هو يروح للعيبة الاهلي ويستفزهم علني في المطار. حضرتك عايز تشجع شجع، بس بلاش تروح تستفز حد تاني. شجع في الملعب في ساعة المباراة من حقك، لكن مش من حقك ان تروح لفريق الاهلي وتستفزه مباشرة قدام الكاميرات في المدار. الاهلي لعب المباراة وربنا وفقه وكسب المباراة. زي انت ما استفزتهم، هم استفزوك تمام، هم استفزوك بالمثل. هل لك غفور رحيم ولهم شديد العقاب؟ انت ابتديت، يبقى مش من حقك تزعل. طالما انت مش قد الحاجة ما تعملهاش. انت دلوقتي شجعت وعملت الشو بتاعك اثبت حاجة: حب وجماهير الكورة للأهلي. شوف كام واحد وقف معاك وانت بتشجع 5 أو 6، وشوف كام واحد وقف مع الأهلي. فانت بينت حب جماهير الكورة للأهلي. الفيديو بتاعك اتعمل عكسي عليك، نتائجه عكسية عليك. طبعا انت راجل زملكاوي، هل الزمالك قال لك روح شجع الوداد على حساب الأهلي؟ لا، مفيش نادي بيقول كده للمشجعين بتوعه. طالما انت بتحب النادي بتاعك حاول تظهره في احسن صورة مش في اسوأ صورة. ربنا يكفينا شر التعصب الاعمى. طالما انا بحب النادي بتاعي هظهره في احسن صورة مش اسوأ صورة. مفيش نادي محترم يقول للمشجع بتاعه اعمل عادي للفريق التاني او عادي للجمهور التاني او تأذي مشاعرهم. لا، طالما انت بتحب النادي بتاعك هتظهره في احسن صورة. دي كورة مش عداء. الاهلي بيلعب باسم مصر وكلنا بنشجع الاهلي، الزمالك بيلعب باسم مصر كلنا هنشجع الزمالك، الاتحاد بيلعب باسم مصر كلنا هنشجع الاتحاد عشان هو بيلعب باسم مصر. دي كوره يا جماعه، الكوره يعني ملتقى الحب مش ملتقى العداء. شكرا، مع السلامه.